يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الطاقة الإيجابية والسعادة والفرحة. والفرحة ليه بقى؟ عشان إنتاج إيدينا. بقول لك إيه، خير بلدنا أهو، خير مش خير بلدنا بس، ده خير بيتنا. طبعا. كل سنة وانتم طيبين. النهارده جايه لكم بفيديو جامد 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 جدا، من ضمن سلسله اللي هي التوفير والتدبير وتشغيل الدماغ والكلام ده كله. عامله لكم النهارده سمنه بلدي اللي على ابوها، بس ده على فكره كوكتيل بين السمنه اللي هي الجاموسي والسمنه البقري. تمام، حاجه كده طعم وريحه وترميله وحاجه جامده جدا 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 جدا. طبعا انتوا عارفين انه السمنه وصل سعرها ل 420 وال 450 والكلام ده كله. اسكت ما اسكتش، قلت يا بنتي تعالي يا بنتي يا ميمه، ايه اعملي انت السمنه في بيتك. والله زي ما بقول لكم كده، رحت ايه، طبعا اخدت انت زي ما انتم شايفين كده. باخد اللبن اللي بيجي، يعني مثلا بيجي لي مره في الاسبوع ازازتين 3، يعني انا وظروفي. تمام. باخد دي اغلي اللبن، تمام، وبسيبه لحد ما يهدى خالص. قبل ما اكمل، انزلي حط اللايك، وانت كمان اللايك مش هيتعبك في حاجه، واعملوا اشتراك عشان الفيديو القمر ده ما يعديش كده. تمام. المهم، اقول لكم ايه. قلت لا، ما بديهاش حاجه تغلى بره، بس مش هتغلى على واحده بتشغل دماغها على طول باستمرار. ان دي الحاجه اللي صعبه عليا بره اخليها جوه مش صعب. اما يطلع لي زي ما انتم شايفين ده تقريبا، والله انا ما وزنتش، بس هو يعني من كيلو لربع الكيلو، من كيلو لربع، مش عارفه. البرطمان ده كبير على فكره، البرطمان ده بتاع كان جاي لنا فيه بتاع، والله ما فاكره ده كان حاجه مخلل، كان ورق عنب مش فاكره. تقريبا كان بتاع ورق عنب، بس هو البرطمان نفسه كبير، وزي شايفين حجمه قد ايه. طيب، اخد بقى اللبن واغليه وملمسوش، اسيبه خالص، احطه كام ساعه في التلاجة. حلو. طبعا قولوا حلو. ماشي. ليه بسيبه؟ عشان زي ما انتم شايفين اللي بعمله ده، اخد الوش هتلاقي الخير اللي عليه، بس لازم تجيب انت من اول يعني تجيب الحليب، اللبن الحليب. الناس اللي هم مش مصريين، اللبن عندنا في مصر يعني الحليب، تجيب من حد مضمون وعنده خير. شايفين انا باخد ايه؟ ده وش اللبن والبتاعتين العلبتين دولت انا محوشاهم بقالي شهر. حلو. كل يوم يجيلي لبن، اغلي اللبن واسيبه، ما اخدش منه ولا المسه، احطه اسيبه لما يبرد، واحطه في التلاجة مثلا ساعتين 3، اسيبه لتاني يوم. انا وظروفي ساعات ولا كنت احطه في الفريزر لو انا عايزاه يسرع بسرعه، بس لازم يبرد الاول. لما اللبن يبرد خالص هيفصلك القشطه عن اللبن الحليب اللي تحت. حلو. قوله طبعا حلو. اخدت مليت العلبه دي اللي هي الزرقاء دي، شايفين بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله القشطه، ومليت العلبه التانية ايه دي. طبعا هما الاتنين كانوا في الفريزر. شايفين الخير يا بنات؟ دي قشطه، قشطه يا قشطه يا مال بناتي. شايفين الجمال؟ شايفين ان انتي شغلي مخك، تمام، وتعرفي تعملي كل حاجه انتي نفسك فيها. حلو الكلام. اخدنا وش اللبن، بعد كده مثلا كانت ازازه بس. حلو اللي انا غليتها دي. اخدنا الوش بتاعها، بعد كده هاتي اكياس خزين، عارفه اكياس الخزين طبعا، وكل كيس حطي فيه نص كيلو بس. هاتي مج حلو كده، او انت تكوني معبراه او اي حاجه، او بالنظر كل كيس كده تاخديه تحطي فيه نص كيلو لبن، لبن حليب، عشان الناس اللي هم اللي مش مصريين. طيب ليه؟ اول حاجه علشان اللي ياخد كيس ما يهدرش منه. يعني ابنك عايز يعمل مج نسكافيه، عايز يعمل مش عارفه كابتشينو، عايز يعمل مش عارفه ايه، اتفضلي شاي. انا بنتي جابت لي الشاي وانا قاعده، تمام، وحطيت النعناع كده بوظت لي الدنيا بالنعناع. يعني بتشيله من على وش القشطه والله. ماشي. اهو الكياس قاعد بيها. عايز اعمل طاجن رز في الفرن،
عايزه اعمل عصير، تمام، عايزه اعمل اي حاجه، يبقى انا ما احطش الكيس كيلو وبهدله، تمام كده. اعبي كل اللبن الحليب اللي معايا ده في اكياس اهو، حاجه كده بسم الله ما شاء الله قمر. حتى انت لما بتروحي تشتري الكياس دي من عند اللي هو اللبان او الملبنه، بيكون هو شايل وشه. فانت اشتري من الفلاحين اللي هي الحاجه بتبقى بالخير بتاعها. خلاص، معلش بنتي بهدلت لي الدنيا حتى بالنعناع، وفي حاجه اسمها فلايه كده، معرفش انتوا تعرفوها ولا لا. حطيت لي كده بهدلت لي القشطه يا جماعه، معلش فانا شلته من عليها خلاص. والتانية كبت لي شويه لبن على الارض. بس مش بخل والله العظيم، ده انا يعني اكرم واحده تلاقوها. بس انا بحب يعني اخاف على الحاجه كده، عشان دي نعمه ربنا. كانت زي ما قلت لك الله يرحمها كانت دايما تقول لي لم النعمه تلمك. ما فهمتش معنى الكلام ده لما كبرت خلاص. فاقول لكم ايه، قولي قعدت طول الشهر احوش في الايه، في وش اللبن ده خلاص، وما خليش حد يلمسه. طبعا انت قدامك حل من الاتنين، يا تاخدي وش اللبن ده وتخليه قشطه، تمام، يعني تضربيه شويه كده وتخليه قشطه. تحطيه في حلو، تحطيه في حادق. يكون مثلا عندك بسبوسه ولا حاجه، تحطي شويه على وش البسبوسه. تضربيهم كده وتحطي عليهم شويه سكر، ممكن لو انت عايزه بس سكر ضعيف قوي يعني. وتزيني بيهم الكنافه، تمام. البسبوسه لما تبرد تحط عليها، او هي حتى سخنه يعني، ده لو انت عايزاه بس قشطه. بس انا ليه اكله قشطه؟ طب ما انا استفاد منه حاجه احسن. المهم جبت البوله زي ما انتم شايفين كده، ورحت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، قول اللهم بارك يا بنات، ماشي. واخدت كل القشطه اللي انا محوشاها، اللي هي وش اللبن دي، بقالنا شهر. احنا النهارده اول الشهر اهوت، ولا كام النهارده ولا ما عارفه، او تاني يوم في الشهر. بس انا بعمل لكم الفيديو ده من امبارح خلاص. والله العظيم انا يعني كنت بعمل فيه وبعمل في شغل البيت في نفس الوقت، فيعني الحمد لله. اخدنا اللهم بارك اللهم بارك زي ما انتم شايفين. وش اللبن لما بيبقى في الفريزر زي ما انتم شايفينه بيعمل يعني ايه، بيعمل زبده احلى. انا شايفه كده، ما تحطوش في التلاجة من تحت، خلي بالك عشان ما يبص برضو منك، لان القشطه نفسها بيقول ايه يعني ايه، ريحه قصيره قوي ممكن تبوظ منك على طول. اخدت القشطه حطيتها في بوله كبيره، وهبدا اضرب فيها ضربا مبرحا. بصوا طبعا انا عايزه اقول لكم، انا قعدت طبعا لسه شوفي هي تقريبا اللي برده لسه مجمده اهيت. قعدت الفها شويه، جيت بنتي اخدت التلبشه لان انا اللي بصور. وبعدين شلت المعلقه وقعدت اعمل، طبعا انا فصلت وانا، لان انا كنت بصور وانا قعدت ارب فيها كتير قوي بايدي. بس الموضوع متعب قوي يا جماعه. انا عملتها قبل كده كم مره، بس كانت الكميه اقل من دي. طبعا انت لما اول ما تضربيها هتفك منك. المهم فكرت، قعدت افكر كده، هو انا لو عملتها الخلاط هيحصل ايه؟ لان انا بجد انت تخيلي انت حتى مثلا ايديكي في حاجه متلجه، في ايديا كانت بتطلع نار. هي انت حاطه في تلج بس ايديك بتطلع نار، مش ازاي صوابعي. بنت عملت شويه تعبت ومشت، رحت انا بدات انا اللي كملت خلاص. المهم قلت طب نجرب في شويه، فقلت لواحده من البنات طب خدي مثلا كده بعد التعب اللي احنا تعبناه ده كله، جربي اضربيه في الخلاط. والله يا بنات راحت ضربتها في الخلاط، بسم الله ما شاء الله، ضربه والتانيه راحت جمدت منها بقى خالص. قلت لها بس عارفه لو انت بعد ما جمدت ضربتيها ان شاء الله نص ثواني، اعرف ان كل حاجه باظت منك خلاص. يبقى انا يعني انا وقعت يعني انا التجربه دي مش عايزاكي تعدي بيها، ان انت تضربي كل كده بايديكي، لا تمام. خديها يعني لفها كده شويه بعد تحطيها في الخلاط. طلعت بقى يا بنات بسم الله ما شاء الله، اللي هو زي ما شايف اللي يعني البنت يعني برضه اشتغلت كتير واشتغلت كتير. الموضوع كان متعب قوي قوي قوي، خصوصا انا اشتغلت بايدي عشان برضه يبقى انا حاسه بالملمس بتاعها في كل مضرب. لا رحنا حاطينها في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده، واخدنا اللي في الخلاط
كله جمدت بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. في الوقت ده ما ينفعش خلاط، في الوقت ده لازم تشتغلي بايديك. ليه؟ لان انت لازم تحسي بالزبده وهي بتتكون تحت ايديك، بتبقى حبيبات لونها اصفر كده. طبعا ما تسيبيش حاجه في الخلاط، ما تسيبيش حاجه، هنا انا خدت كل اللي في الخلاط ما سبتش حاجه. الحبيبات اول ما الزبده تتعمل بيفصل منك اللبن اللي فيها، يعني السائل اللي فيها بيفصل. لو انت ضربتي بعد كده اعرفي ان كل حاجه باظت. انا دلوقتي انا شغاله بايدي اهو اهو زي ما انتم شايفين. شويه هتلاقوا البتاع ده لونها اصفر، تمام؟ يعني كل ما تجمد منك خلاص كده ايه الزبده خلاص كده اصفرت، شايفين اهي بقت حبيبات زبده كده، ونطرت اللبن اللي فيها زي ما انتم اهو شايفين كده فصلت. كده تشيلي ايديكي بقى خالص، تبداي تاخدي الزبده دي تعمليها كده، تشيليها بين ايديكي وتعصري منها اللي بتاع السائل اللي فيها او اللبن ده، تمام؟ وتعملي كور كده وتشيلها في البوله جنبك. خلاص. طبعا انا وقفت انا في الحته دي عشان كنت انا برضو اللي بصور، تمام؟ فكنت بعمل الاثنين والله. هصور لكم على اخر حته بس كده. كل الزبده دي بقى خلاص اخدها بين ايديا الاثنين، اتكع كده عليها بالراحه عشان انزل اللي بتاع دوت السائل اللي جواها خلاص، واشيلها في العلبه اللي معايا. يعني دي من ضمن المراحل او شايفين بتبقى كده، واخدها لفها في ايديا كده. طبعا زي ما شايفين انا باخد الوش اهوت من على وش اللبن، دي الزبده اخد افصل اللبن اللي فيه واعملها كوره كده اهي زي ما تشوفون. انا كده خلصتها كلها. طيب اللبن اللي نزل من الزبده ده او السائل اللي من الزبده ده هرميه لو النبي اختي ما هرميه. هعمل ايه؟ هجيب كيس اشيل ده فيه، اما اجي اعمل قرص طريه، اعمل طري، اعمل حاجات معجنات ان شاء الله هيبقى بص خير الدنيا فيها. زي ما شايفين الزبده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، طالعه بسم الله ما شاء الله، وطالعه الكميه حلوه قوي قوي قوي. طيب وزي ما قلت لكم لازم تتحط في التلاجة يا بنات، لازم ما تسيبوهاش. بعد كده بقى جبنا حله حطيناها على النار وبدأنا نحط الزبده دي فيها. خلاص ادي الزبده يا حبايب حطيتها فيها، واحطها كده على النار واخلي بالي منها يعني، تمام؟ لازم اخلي بالي من اللي الزبده وهي على النار. انا كنت سبت الحله تسخن شويه، ليه؟ علشان خاطر ما تتحرقش مني. خلاص كده. طبعا انا كنت مصوره لكم، انا الوقت هتشوف كده دلوقتي وهي بتغلي الزبده دي بعد ما بتسيح بتطلع بقى بقيه السائل اللي فيها اللي احنا ما طلعناهوش واحنا بنعملها زبده. خلاص نسيبوها تغلي وبالراحه نهد برضو النار عليها، نركز معاها ما سيبهاش في سنه بتفرق بين انها تتحرق منك وبين اللي ايه انها تطلع المرته بتاعتها حلوه. المرته دي احنا بناكلوها الناس معظمهم عارفاها، بتتاكل كده بتبقى ايه مع جبنه مع حاجه الكلام ده كله. عايزه احط هنا شويه ملح احط، مش عايزه بقى براحتك، بس ما بحط الملح تقريبا عشان الكميات الكبيره، ولا انا بصراحه ما حطيتش ملح. المهم شوفوا هي كده لسه على النار برضو ما استوتش، لازم لونها يبقى اللون اللي هو اللي بعد الذهب بشويه، اللي هو البني الفاتح ده. طبعا انا صورت الفيديو اللي هو بتاع اللي هو لما هي استوت خالص كده، تمام؟ بصيت لقيت استنى نشوف هيبقى يشتغل معايا ولا لا. انا يعني لقيته كتير قوي. المهم زي ما انتم شايفين الفيديو كان فيه حصل فيه مشكله، بس انا جبت الصوره زي ما انتم شايفين انه لازم اللبن لونه كده، لازم ده السوى المظبوط بتاعه. ليه؟ علشان لو انتي ما عملتيش سويتيها كويس هتصوف منك، هتبوظ منك، هيبقى شكلها برضو مش حلو معاكي. خلاص كده. المهم يا حبايب كده سويناها وبعدين صفيتها حطيتها في البرطمان. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. زي ما انتم شايفين على فكره البرطمان كبير، بسم الله ما شاء الله، مطلع الكميه الكبيره اللي معايا دي اللي انتم شفتها في اول الفيديو. اتمنى طبعا يكون عجبتكم، اتمنى اكون فدتكم بحاجه. زي ما بفيدكم يا جماعه فيدوني، متنسوش الاشتراك، متنسوش اللايك، تعليق حلو منكم، ربنا يصلح حالكم يا رب.
ويبارك فيكم، وكل سنة وانتم طيبين عشان العيد الكبير. كل المصريين بخير دايما. انا مبسوطة جدا بالفيديو، يا رب انا اكون افدتكم بحاجة، ولو افدتكم متنسوش الاشتراك، متنسوش اللايك، متنسوش كومنت حلو، دعوة حلوة. بقبل كل حاجة والله. الموضوع مبهج، الموضوع هيفرحك ان انت عملت حاجة خير في بيتك، من الحاجات انت ما كنتش بتستغلها صح. عايزين نشغلوا دماغنا، عايزين نشغل مخنا، عايزين نبدع، نبقى احنا ستات مبدعات، ستات مميزات. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.